الله وبركاته حبايبنا. اليوم أكلنا السمك الخشني أو الزوري. إن شاء الله راح نوافيكم بالخطوات شلون راح ننظفه وشلون راح نضيف له المواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا. اليوم أكلتنا السمك المقلي. إن شاء الله راح أراكم الخطوات شلون راح ننظف السمك. فخر الصدر وأكلة جنوبية. حبايبي لازم نضيفها كل زين. طلع هاي الأشياء من السمكة وبعدين نملحها ونخليها بهارات أو كركم ونقليها. إن شاء الله راح نوافيكم بالخطوات خطوة خطوة بإذن تعالى. بعد ما غسلناها راح نملح الزوري وبعدين راح نحضر طاوتنا على مود نقلي. ان شاء الله سهلكم العافية. راح اوريكم الخطوات. هذا سمكنا بعد ما ملحناه بعد ما وخرنا هذا الصدف ونظفناه هسه ملحناه وراح نخلي طاوتنا على النار ونقليه ونراويكم الخطوات. هسه بعد ما حطينا ملح رشة خفيفة من الكركم. حطينا طاوتنا على النار ونخليه كمية من الدهن على الجندل الزوري. هاي كمية واو. راح ننتظره يتفتح أكثر على ما نخلي الزوري. نوافيكم بالخطوات. هسه رشينا كمية من الطحين على السمك أو الزوري واللي ما يسمى بالخشني. وهسه راح نوافيكم بالخطوات بعد ما خلينا الطاوة على النار. طيبنا بعد ما خلينا الدهن بالطاوة وصل مرحلة الفوران راح نخلي سمكنا بعد ما خلينا عليه رشة كركم وملح العفو طحين راح نخليه بالطاوة. ونحاول حبايبنا نقطع على مود دهن ما يكسر منها. ان شاء الله راح نسوي الخطوات بعدها. هسه شوف سمكنا استوى لو بعدين السمك الخشني او الزوري او الزوري. الجهة الثانية ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآله. هذا هو أطيب شيء والله. طعمه مميز. هسه حبايب طلبنا وهم نخلي طبق على الوان دهون وهاي تفرق كثير نحافظ عليه الطباخ المواد. غير خشنين
وعندي، راح أعطيكم الخطوات. حبايبنا هسه سمكنا خلاص يعني تقلى كلش حلوة، ما يريد يحترق. راح نضيف من النوع الثاني. راح نكمل لكم ونرجع لكم. هذا هسه كمل ما شاء الله. السمكة قرمشت، بعدها ضفنا لها كركم والطحين. صبتنا المجموعة الثانية، خم ننتظرها الآن نكمل. إن شاء الله بعد 5 دقائق تخلص أكلتنا السمك الخشني العراقي سهلكم العراقي. نحط السمك تبزورينه ما شاء الله ما شاء الله. أشوف كاتبين حلوة. كلش لذيذ، جربوه جماعة، جربوه والله العظيم. الشي كلش طيب ومتعب نهائيا مع الخبز البيت الحار يجنن. شوي تبقى 5 دقائق ونرجع لكم. آخر خطوة الرش السمار. الغدانة المتواضع مع السمك خشني والخبز الحار. لا تنسونا بالدعاء. جزاكم الله خيرا.